النهارده الحقيقة بيسعدنا أن نستضيف الأستاذ ماجد عبده، الناقد المسرحي والكاتب أيضا. هو من أبناء مدينة الإسكندرية التي نعشقها يعني بالتأكيد جميعا. هو الحقيقة مسافة أقدر أقول طويلة شوية من إسكندرية إلى القاهرة، لكنه من وقت إلى آخر يأتي إلينا وهو محملا بالعديد من الأفكار اللي بتدور في ذهنه، في عقله، لأن الفكرة لا تعيش في الفكر فقط أو العقل فقط، ولكنها أيضا تعيش في الوجدان. وربما هذا الأمر هو الذي يجعل صاحب فكرة معينة متشبث بها ومتحمس لكي تخرج هذه الفكرة إلى النور. أستاذ ماجد عبده، إحنا بنرحب بك في استوديو صوت العرب. أهلا بك دائما. أهلا بيك يا فندم، أهلا وسهلا. أستاذ ماجد، يعني باعتبارك طبعا كاتب مسرحي وناقد مسرحي أيضا، دائما الفنان هو أكثر البشر يعني رهافة في الحس وفي الشعور، ودائما مرتبط بوطنه وبيفكر بوطنه، ولكن من زاوية خاصة، يعني بشكل قد يختلف عن الأناس الآخرين. صحيح. فيعني بعتقد أفكارك أيضا زي شعورك أو زي أحاسيسك. حضرتك هل أنا يعني تتفق معي في هذا طبعا الكلام؟ طبعا اتفق مع حضرتك تماما، عشان بعد كده آليات التنفيذ ونرى النتائج. طيب، هل الأفكار إن شاء الله اللي هتطرحها علينا النهاردة هل هي خاصة بك أنت، ولا أفكار مثلا قرأتها؟ لا والله، هو أنا كنت أو اطلعت عليها أو تجارب يعني رأيتها. لا، هو في حاجة في مجموعة من الأفكار، منهم طبعا حاجة أنا قريت بحث قريبا يعني فشدني وجذب انتباهي جدا جدا، ان البحث ده معمول عن حد دكتور مصري، وللاسف احنا ما نعرفهوش. فالدكتور المصري ده، عارفه حضرتك عمل ايه؟ الدكتور المصري ده هو الدكتور ابراهيم سمك. الدكتور ابراهيم السمك ده بيسموه في المانيا ابو الطاقه الشمسيه. هو دكتور فين؟ الدكتور متخصص. هو عالم متخصص في استخدامات الطاقة. هو خريج هندسة، خريج كلية الهندسة جامعة أسيوط، وهو على فكرة هو من مواليد الأقصر، وحصل على جائزة الاستحقاق من نقابة المهندسين سنة 86 لما كان الدكتور عثمان أحمد عثمان كان هو نقيب أو كان رئيس النقابة وقتها. كمان خد وسام رئيس الحكومة الألمانية، وعلى فكرة الوسام ده أرفع وسام في ألمانيا. نعم. بيسموه بقى في ألمانيا إيه؟ بيسموه أبو الطاقة الشمسية، اللي إحنا هنا ما نعرفوش أصلا. إحنا عندنا هنا بنعاني طبعا معاناة شديدة من انقطاع الكهرباء في الفترة الأخيرة. الكهرباء بتتقطع كتير، أو بنعاني كمان من استخدامات الطاقة. يعني عارفة حضرتك إحنا في بعض الطاقات، مش شرط الطاقة الكهربائية، في بعض زي الطاقة مثلا، زي طاقة الوقود، يعني مشكلة عندنا في تلوث البيئة وليها مشاكل. الطاقة الشمسية من الطاقات المتجددة وما لهاش مشاكل، ومتوفرة عندنا في مصر. طبعا متوفرة بغزارة. وعلى فكرة مصر بتعتبر من أقوى الدول اللي عندها طاقة شمسية. أنا هقول لحضرتك على حاجة. هذا الرجل العظيم عمل ايه؟ المبنى بتاع البرلمان الألماني، الراجل ده حط فوقيه صفايح كده او شرايح من المعدن، وزرع في عمل ازاز، المبنى كله ازاز، وحط زرع فيه خلايا ضوئية. الخلايا دي والخلايا والمعدن اللي محطوط فوق الأسطح يخزن الطاقة، يبتدي يخزن الطاقة الشمسية ويبتدي يبثها. طيب احنا كده بشكل كده حتى في شكل خيالي. حضرتك عارفة وكل المستمعين عارفين طبعا ألمانيا بلد الشمس فيها ضعيفة، فما بالك مصر الشمس فيها طبعا قوية. وهو نفسه الدكتور
ابراهيم سمك قال الكلام ده عن مصر. قال ان مصر من اقوى الدول او من اهم الدول التي تشرق عليها الشمس، ومن الممكن تحويل اسطح البيوت لكده. طب لما قال كده ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه لغايه دلوقتي. طبعا يعني أنا هو هقول السؤال بقى طبعا اللي بيطرح نفسه، يعني لماذا لم نستفيد من هذه الشخصية؟ انا شخصيا ما عنديش، يعني مش عارف. ما فيش وخاصه ما فيش واحنا إجابة. الحاجه ام الاختراع. بس فطبعا انا عايز اقول لك على حاجه كمان. هو الدكتور ده عمل حاجه كمان جميله قوي. الراجل ده ولد بالطاقه المتواضعه لالمانيا 3800 ميجا وات. ال 3800 ميجا وات دول اللي هو قدر يوفرهم من الطاقه الشمسيه، ده بيعتبر رقم ضخم جدا في الكهرباء. رغم انه الشمس ضعيفة. رغم ان الشمس يعني ضعيفة. فما بالك بقى لو طبقنا يعني او استفدنا من هذه الشخصية هنا في مصر. طبعا. وهذه الطاقة الشمسية الكبيرة واللي موجودة، طبعا الشمس موجودة طول يعني معظم السنة. تمام. موجودة عندنا. انا هقول لك كمان على حاجة. الراجل ده انا لسه بقول لحضرتك خد اتكرم وخد جايزة الاستحقاق من نقابة المهندسين. بس سنة كام؟ 86. احنا سنة كام؟ طب في الفترة دي كلها الراجل ده فين؟ في سنة 86 بس. النهاردة هو حاصل على أعلى وسام في ألمانيا. هو النهاردة هو رئيس اتحاد الصناعات الأوروبية للطاقة الشمسية. ما كانش يجب إن هو يكون رئيس الاتحاد، رئيس اتحاد هنا في مصر عن الطاقة، أي طاقة. ما كانش يجب إن هو ياخد منصب في مصر. كان يجب طبعا هو وغيره من المتخصصين في هذا المجال، الكثيرين الباحثين والمتخصصين والعلماء. يجب ان احنا نعيدهم. هذا هو التفكير اعتقد الان، او الذي نحتاج اليه الان بشده، هو اعاده العلماء المصريين الموجودين بالخارج والباحثين المتخصصين في مجالات مختلفة سواء في مجال الطاقة أو غيرها، ونستفيد منهم كل الاستفادة. صحيح. يعني كيف؟ لا أعرف، ولكن يعني المطلوب مننا أن نعيدهم مرة أخرى. كيف دي مش آلياتنا. إحنا علينا أن إحنا، على فكرة، وإحنا مش علينا أن إحنا نخطط كمان. إحنا كشعب يعني إحنا علينا أن إحنا نطلب من إيه؟ من إدارة تستطيع التنفيذ. إحنا نطلب، وانتوا اذا كان امكن ان كنتوا تنفذوا حسب الامكانيات وحسب يعني الإمكانيات. او افضل الامكانيات. لكن انا اعتقد ان المهندس ابراهيم سمك هذا الرجل العظيم، لو احنا جبناه هنا في مصر وطلبنا منه ان هو يعمل لنا مشروع قومي لتوليد الطاقه، وعلى فكره توليد الطاقه مش بس هيوفر لنا طاقه، لا ده احنا نقدر نصدر الطاقه دي كمان ناخد منها فلوس. طب احنا دلوقتي بنفكر في مشاكل، عندنا مشاكل في التمويل وعندنا مشاكل في الطاقه، عندنا مشاكل في كل حاجه. وبنقول ايه؟ عايزين حلول. جينا قلنا له تعالى يا دكتور ابراهيم اعمل لنا، شوف لنا حل في موضوع الطاقه ده. اعتقد ان هو طبعا ما بيشتغلش لوحده، يعني حد زي ده ما بيشتغلش لوحده. لا، العمل الجماعي كمان لكي ينجح الانسان او العالم لابد ان يكون هناك عملا جماعيا. بالظبط. اعتقد انه لو جه اكيد الاليات هتظهر، واكيد التفكير والتمويل كل حاجه. وبعدين هي مش محتاجه تمويل كمان، ده فوق اسطح المنازل. طيب احنا هنكمل كلامنا عن الطاقه الشمسيه والمهندس ابراهيم سمك، ولكن بعد هذه الأغنية. من فضلك يا أستاذ ماجد اختار الأغنية. طيب من فضلك اسمحي لي إن أنا أختار الأغنية وأهديها للمهندس إبراهيم سمك. يا سلام، جميل. أكيد يعني لو هو هيسمعنا يعني ده يبقى شيء جميل جدا. يا رب يسمعنا، وكل علماء مصر اللي في الخارج يسمعونا. أغنية يا حبيبتي يا مصر يا مصر.